السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة ابن الشعب. إخواني، اليوم عندنا الكثير من الأخبار المهمة جدا اللي حابين نشاركوها معكم. بداية نحن نبدأ نتكلموا على أهم خبر وأكثر خبر تداولا الآن في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان الأطماع في الجزائر. الآن جيراننا كثر الله خيرهم وأبعدهم علينا يا إخواني، اليوم حاطين أنه خير الجزائر هذا وثروات الجزائر من حقهم، حتى وصلوا إخواني وين تمادوا تماديا شديدا. اليوم أثيرت بعض البلبلة في البرلمان التونسي حول خيرات الجزائر، مدعيين بأن حقهم في الثروات الجزائرية لم يأخذوه. قمة الوقاحة الآن، قمة صحانية الوجه الآن راهي موجودة عند الجارة الشرقية للأسف الشديد ومن عند الجارة الغربية. حنتكلموا على تونس الآن ومطالبتهم بالغاز الجزائري كهبة بالسيف علينا يا إخواني، يعني احنا حيينهم يورثوا فينا. حنتكلموا على الأمر هذا كيف كنا شفنا نائب برلماني كان تكلم في قناة تونسية من قبل، وراح نوثقوا لكم الأمر هذا الآن بالعديد من الصفحات التونسية التي تطالب باسترداد حقها من الغاز الجزائري. جنون 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 إخواتي، الناس هذو راهم هبلوا أنعمي، حوسوا يورثونا في حياتنا. راح نتكلموا على الأمر ذا كيف وراح نشوفوا خيرات الجزائر لمن تذهب في الحقيقة، خيرات الجزائر للجزائر يا إخواني. راح نتكلموا على الأمر ذا كيف راح نشوفوا أيضا الآن إخواني حملة ممنهجة تقودها هذه الوجوه البشعة، هذه الوجوه الخبيثة التي الآن تريد إثارة بلبلة داخل الجزائر للأسف الشديد. ما الذي يريدونه هؤلاء الخونة الذين يتقاضون يعني أجرا زهيدا من عند ماكرون يا إخواني؟ بعد على بالنا باللي الآن الجزائر قامت باتفاقيات قوية جدا مع إسبانيا، مع إيطاليا، وغدا إن شاء الله مع البرتغال، مع تايوان، مع العديد من الدول العالم من أجل توريدهم بالغاز، ولكن حرمت على فرنسا قطرة الغاز. اليوم فرنسا تقود بهذا الخونة إخواني حملة ضد الجزائر، مفادها بأن الجزائر تقطع الكهرباء على شعبها لمدة 6 ساعات يوميا من أجل توريد إيطاليا وإسبانيا وباقي الدول الأوروبية بالغاز وكذلك بالكهرباء. راح نتكلموا على الأمر هذا كيف ونحتاج شهادة تاعكم كامل يا جزائر. راح نشوفوا الآن الأزمة الكبيرة اللي خلت فرنسا يا إخواني تقوم بمثل هذه الألاعيب القذرة. سعر البنزين اليوم وصل إلى 3 يورو للتر الواحد، تخيل معي 3 يورو بتقريبا هي واحد 75,000 بدراهمنا للتر الواحد. أنا نقول لك اللتر الواحد ماشي بلان يا إخواني. راح نتكلموا على الأمر هذا كيف وراح نشوفوا اليوم الجنون على أصاب فرنسا على جال هذه التصريحات اللي قام بها الباريس اليوم. وزير الخارجية الإسباني أدلى بكلمة قوية جدا من القصر الرئاسي ما عند لقائه برئيس الجمهورية، وكذلك وزير أو رئيس الوزراء الإسباني كيف قام إخواني بلقطات جميلة جدا خاصة للجزائر. قدم معروف كبير جدا للجزائر بعد قبول أن الجزائر تقوم بتزويد إسبانيا ببعض من الغاز. وفي الأخير إن شاء الله إخواني راح نشوفوا الحملات المسعورة الآن التي تقودها الأردن ولبنان وبعض الدول العربية التي رفضت الجزائر تزويدها بالغاز. الآن تقود حملات تشويه كبيرة جدا ضد الجزائر والجزائريين، مفادها بأن الجزائر تمول بني الصوص بالغاز المجاني. يعني نتكلموا على الأمر هذا كيف وكاين واحد الوثيقة اليوم تم إصدارها الحمد لله يا رب العالمين اليوم من خلال وزارة الخارجية الأمريكية. يا إخواني الله سبحانه وتعالى شوف حامي الجزائر وحامي أبناء الجزائر. الوثيقة هذه إخواني حتفجر الناس والمرخص اللي راهم يدعون بأن الجزائر قامت بخيانة وراهي تورد في بني الصوص بالغاز. أخبار جميلة جدا، وثائق مهمة كما راكم تشوفوا إخواننا راح نتكلموا عليها. نحتاج دعمكم وفقط إخواني. قبل نبدأ نرجو منكم كامل الاشتراك بالقناة، فعلوا لنا زر الجرس وضغطوا لنا زر الإعجاب راه مهم جدا. ونبدأ نتكلوا على ربي. بسم الله، تبع معي. شوف بداية راح نبدأ بأطماع التوانسة أو مورثات التوانسة اللي حابين يورثونها يا إخواني ونحن على قيد الحياة. يريدون الآن الغاز الجزائري بالمجان، وذلك لأنهم في معتقدهم بأنه هذا حقهم إخواني ولازم يديوهم الجزائر غصبا عنهم. تونس راهي مقلبة الآن، قال لك كيف إيطاليا وإسبانيا تزيد في الموردة تاعها من الغاز الجزائري وتونس ما تديش حقها. على تدي تونس حقها؟ البرلماني قال لهم في الحصة التلفزيون في القناة الرسمية التونسية اليوم، قال لهم بأنه بمبدأ حسن الجوار أنك تصدق عليهم الغاز يا إخواني. تبع شوف قال لك بعد الفواعل التونسية عندها قصر النظر وتتكلم عن الإتاوة وربع فرنك زيادة على الإتاوة والغاز بأثمان تفضيلية. الجزائر تتكرم عليك
أنها جعلتك في محور طاقوي يورد الطاقة لأوروبا، أي أن أوروبا ستحافظ على استقرارك أمنيا وماليا. عزيزي أنت لست المغرب، فهذه الأخيرة عندها ورقة المهاجرين لجيبي سبتة ومليلية، ولو أنها غير أخلاقية لكن تبقى أداة ضغط. أنت في تونس ليس لك زيادة على وظيفتها أكثر منك، أنت كالمي روحك استراتيجيا. يعني صراحة نكتب المقال هذا عنده بعد شوف نظر كبير جدا جدا، يعني نتكلموا بكل موضوعية. الجزائر عندها ورقة الطاقة وعندها العديد من الأوراق أنها تقدر تضغط على أوروبا من خلالها. يعني أوروبا الآن من صالحها الكبير جدا أن الجزائر تبقى آمنة ومستقرة، هذه نقولها بكل صراحة. يعني أمن الجزائر من أمان أوروبا. المغرب كيف إخواني عندهم واحدة الورقة هكذا ثانية يلعبوا عليها، ورقة المهاجرين اللي هو الحدود، أنه سبتة ومليلية لاصقين في المروك. هذه الورقة أيضا تلعب بها المروك وتضغط بها بزاف المروك على أوروبا، وأمن المغرب من أمن أوروبا. ولكن أنت كتونسي جدك الآن راك تصعد وراك تطلب بالغاز المجاني من الجزائر، وش عندك وش عندك الجزائر تفضلت عليك أنها قامت بصنع أنبوب الغاز يعبر من بلادك إلى إيطاليا، وهذا فضل من الجزائر وليس احتياجا لها إليك. يعني الجزائر كانت قادرة تدي الأنبوب من الطرف إلى إيطاليا، الأمر سهل جدا، ولكنها تفضلت عليك وأرسلت تلك الأنابيب تلك من أراضيك لتستفيد أنت من بعض الكهرباء، يعني من جل الكهرباء. يعني صدقوني بالله 95% من الكهرباء اللي راهي مشعلة تونس هي كهرباء جزائرية. والآن أنا نشوف أنه بعض الصفحات التونسية تطالب من الحكومة التونسية، خاصة برلمانيين ونشطاء سياسيين، يطالبون من الجزائر بإهدائهم الغاز بالمجان. كما راك تشوف هنا اخوتي راهم كاتبين، قال لك صمت والله العظيم غير كارثة. شوف الوقاحة، شوف قمة الوقاحة يا اخواني. واش كاتبين هنا؟ قال لك تونس تكتفي بإتاوة المرور، لا تتجاوز 5.25 إلى 6.75، وهي نسبة موروثة من اتفاقيات قديمة ولم تعد تواكب جنون أسعار الغاز في 2026. نحن نأخذ الفتات بينما الشركات الكبرى من سوناتراك وأوني تجني الأرباح الصافية من فوق رؤوسنا. الله أكبر، شو ذيك الوقاحة، شوف ذيك الوقاحة يا إخواني. الجزائر تكرمت ودزت لهم الأنبوب عليهم، والآن قال لك نحن نأخذ الأتاوة. الغاز هو تاع سوناتراك وتاع الجزائر، وشركة أوني هذه الإيطالية هذه هي الموزعة للغاز في أوروبا. هو قال لك هما يجنيوا الأرباح فوق رؤوسنا. زيد شوف قمة الوقاحة وش كاسبينه. قال لك صمت للسلطات التونسية، صمت مريب. لماذا تكتفي تونس بدور المتفرج بينما يعاد رسم خارطة الطاقة في المتوسط؟ لماذا لا يوجد مطالبة رسمية وشجاعة بمراجعة اتفاقيات فورا لرفع نسبة الإتاوة بما يتماشى مع التضخم العالمي؟ تسمى التضخم الجزائري لتلكو ياك. لماذا نقبل بإتاوة عينية تجعل أمننا الطاقي رهينة بيد الصمام الضخ بدلا من فرضه رسوما سيادية نقدية تضخ في خزينة الدولة المنهكة؟ أين الدبلوماسية الاقتصادية تفرض على إيطاليا استثمارات موازية في تونس مقابل السماح بمرور الغاز النيجيري الجديد؟ أنا أتمنى من الدولة الجزائرية وأن الرئيس تبون يقوم بتذكيرهم بعبارة تاع هدرنا كليمة عشينا في الظليمة. إلى الناس تكتب المقال هذا نتمنى منه أنه يروح يقرأ شوية تاريخ ويقرأ كيف الجزائر سدت الغاز على المروك وقامت باستعمال الغاز المسال، والأمر هذا ليس بعيدا تماما على تونس. يعني نقدر نستغنيو على الأنبوب هذا في طرفة عين. وماذا بينا احنا وماذا بإيطاليا؟ هذا راه كرم من الجزائر أنها حابة تعاونكم بهذا 6 أو هذا 5%، ولكن وجهكم صحيح انتم ماكمش ناس تاع خير. واش رايكم إخواني في هذا الخبر؟ زيدوا اكتبوا لنا في التعليقات. الآن رانا نشوفوا أنه ماكرون الخبيث أيضا لعبك شوف في الأزمة هذه ولا يشوفوا الجزائر كالكعكة يا إخواني. كلهم يريدون أن يستغلوا الجزائر. الناس كاملة حابة تبروفيتي من الجزائر. اليوم ماكرون يقوم بإطلاق كلابه إن صح التعبير على رأسهم، هذا اللي راك تشوفيه الآن. يتكلم ويقول واش يقول لهم يا إخواني؟ اسمع تشوف معايا. L'Algérie vient de prendre une nouvelle décision européenne, notamment de l'Espagne et de l'Italie, qui ont sécurisé leurs sources d'approvisionnement menacées par l'instabilité mondiale et leur a promis. واش راه حاب يقول لكم إخواني؟ معليش يتكلم باللغة الفرنسية، احنا عندنا الترجمة هنا ليه دوك نعطيكم الترجمة باش ما نطول لكم بزاف. وش كاتب عبر صفحتها الرسمية؟ قال لك فضيحة تبونية جديدة. شوف ذيك الأسلوب راهم يتعاملوا به.
راهم يقولوا أن الجزائر تقرر قطع الكهرباء على شعبها من أجل توفير الغاز لأوروبا. كل هذا الانبطاح من أجل كسب شرعنة النظام العسكري ودعم مرتزقة بوليساريو. صدق من قال الصحراء المغربية سبب هلاك الجزائر. وفي مقال آخر وش كتب فيه خاوتي هذا الإنسان هذا؟ كتب أن الجزائر تقطع الكهرباء على شعبها لمدة 6 ساعات كاملة من أجل توريد إسبانيا وإيطاليا بالكهرباء. إخواني قد رانا في القناة هنا رانا الله يبارك قريب 300 ألف بنادم رانا نمثلوا تقريبا بلدية من كبرى من بلدية الجزائر. نتمنى من اي واحد الى انقطع له الكهرباء في هذه الايام هذو لمده 6 ساعات يكتب لنا تعليق. صدقوني بالله غنسكر القناه، غير نسكر القناه. مواطن واحد فقط الى انقطع له الكهرباء لمده 6 ساعات خلال هذه الايام منذ بدء الاتفاقيات مع ايطاليا واسبانيا نسكر القناه. صدقوني بالله غير نسكر القناه. لماذا انت كي تشوف تقول انسان كيما هذا يطلق فيه شائعات كيما هذا ويدير بروباغندا على هذه؟ انا رحت بحثت وليت خلاص اخواني الانسان كي يعمل في المجال هذا يولي يفهم كلش يفهم كلش. وليت رحت بحثت واش لقيت الازمه راهي في فرنسا. علاه؟ لانه غاضها الحال انه فرنسا او الجزائر فضلت اسبانيا وايطاليا والبرتغال على فرنسا واهدتهم الغاز. ليست اهدتهم، قامت ببيع الغاز لانه الغاز الان بسواردك وما تشريش مش نقولوها بكل صراحه. فرنسا الان راهي تعاني معاناه كبيره جدا، حيث وصل سعر اللتر الواحد من البنزين بقيمه 3 يورو. اسمع تشوف. m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Emmanuel Macron se dit en colère, une colère inimaginable face à la gestion de la crise des carburants. Mais alors que le prix à la pompe s'envole, cette irritation présidentielle ne risque-t-elle pas de se heurter à une autre réalité? Celle des Français. Le chef de l'État s'agace, il s'impatiente du manque de solutions concrètes. Pour l'Élysée, le message est clair. Le président agit, s'implique et s'indigne. Pourtant, sur le terrain, cette colère-là semble bien loin des préoccupations quotidiennes. L'inflation ne faiblit pas. شوف لما تشوف طوابير اخواني، طوابير كانوا يضحكوا على الجزائر في وقت مضى، قال لك طوابير على السميد وعلى الزيت. الحمد لله يا ربي احنا الان لا طابور على الزيت، لا طابور على الحليب، لا طابور على الزيت. تلك كانت مجرد فتره فقط، فتره نمو، فتره استفاقه. والان طوابير انا نشوفوا فيها في اوروبا ليك هذو كامل مديرين طوابير. سعر اللتر الواحد يساوي 3 يورو. عندي لكم عمليه حسابيه، الناس على بالي بزاف ما تقدرش تكونفيرسي هكذا في راسها، ولكن ما تحيروش روحكم مادام كاين ابنكم هنا ابن الشعب هنا، والله ما تحير روحك. نعطيك الحسابات. قلنا 3 يورو. سعر اليورو في السوق السوداء راه يسوى 28,000 يعني 280 دينار. ثم سعر اليورو الواحد راهو 84,000. سيارة عادية مثل ما نقدر نقول لك سيارة داسيا أو هكذا، على الأقل الخزان تاع الوقود تاعها فيه واحد 40 لتر. نضربها لك في 40، شوف معايا، يعني البلان تاع سيارة داسيا أو سيارة عادية، سيارة كما نقولوا سيارة سياحية، هو 3,360,000 بدراهمنا. راك تشوف لما تشوف حجم الأزمة الآن المتواجدة في أغلب بلدان أوروبا. هاو الشيء اللي خلى ماكرون الآن يشن حملة انتقام على الجزائر لأنها رفضت تزويده بالنفط وكذلك بالغاز. راح نشوفوا الآن تصريح لوزير الخارجية الإسباني اليوم بكلام قوي جدا من رئاسة الجمهورية، يتكلم فيه إخواني على الأوضاع الحالية اللي راهي بين إسبانيا وبين الجزائر وعودة العلاقات إلى أفضل ما كانت. اسمع تشوف. Buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer أود بادئي ببدء أن أعرب للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيري السيد أحمد عطاف عن شكري على هذا الاستقبال الرائع والكرم الذي حظيت بهما في الجزائر. إن المقابلة التي حظيت بها مع السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وزيارتي اليوم وغدا إلى الجزائر تؤكد مجددا على امتياز علاقاتنا مع الجزائر الذي نتقاسم معه الجوار. الجزائر شريك استراتيجي وقبل كل شيء صديق تربطنا به علاقات إنسانية ومصالح مشتركة كالمستقبل والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. إن اللغة الإسبانية والعلاقات الثقافية. يعني الخطاب راه طويل شويه، ولكن نورمالمون فهمته الان انه العلاقات الاسبانيه الجزائريه عادت المياه الى مجاريها الحمد لله حمدا كثيرا مباركا. وهذا الشيء اللي ما خلاش ماكرون يا اخواني، خلاه يزداد غضبا ويزداد
حقدا على الجزائر، خاصة بعد اللقطة الأخيرة اللي قام بها رئيس الوزراء الإسباني. اليوم إسبانيا قال لك تتحدى واشنطن والتل، والناس كما على بالكم أنه أي موقف معادي لي بني سوس هو موقف في صالح الجزائر. هذه نقولوها. الجزائر كافأت إسبانيا على مواقفها الرجولية، خاصة في قضية الصحراء الغربية، راح تبدل الموقف تاعها، قضية غزة، وقضية يا إخواني الحرب على إيران. اسمع شو قال لك رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يدعو لإنهاء حق الفيتو ويمنع مرور السفن الحربية لمساندة الكيان، ويغلق مطاراته أمام العمليات العسكرية الأمريكية، ويسحب سفيره من الكيان. مدريد قالك تحول من تصريحات إلى الفعل. السيادة أولا، هل سينضم إليها باقي الأوروبيون أم ستبقى وحدها في مواجهة الكبار؟ الناس ما يعلمش أنه إسبانيا كان عندها دور فاعل جدا في الضغط الكبير اللي وصل على ترامب خلال هذه الحرب. إسبانيا كانت أول بلد تقول لترامب بأنها لن تلتحق بطلبه من أجل فتح أو حشد قوات من أجل فتح مضيق هرمز. إسبانيا كانت البلد المحرض على كل أوروبا بأنها لا تمشي مع ترامب وتحشد جيوشها من أجل فتح مضيق هرمز. إسبانيا عندها دور فاعل جدا، والحمد لله يا ربي إخواني رانا شفناه أنه الدور هذا يعني كلل بالنجاح وادت المكافآت تاعها. الآن إخواني هنتكلموا في آخر فيديو لنهار اليوم أو آخر خبر لنهار اليوم عن بروباغندا رخيصة تاع من بعض الجرذان العربية حاشاك يا إخواني تقوم الآن بالتهجم على الجزائر، وتقول بأن الجزائر الآن تريد توريد الصيصان بالغاز بالمجان، وتمتنع عن إهداء الغاز للأردن وللبنان ولتونس ولباقي الدول العربية بأسعار تفضيلية. معليش الموضوع هذا خليه الخطرة الجاية إن شاء الله يا إخواني، لأنه صراحة طويل بزاف وإحنا مش نوفي له حقه الآن، لأنه بقى لنا تقريبا دقيقة واحدة فقط. راح نعطيكم معلومات مهمة جدا الآن راهي منتشرة على أغلب المواقع العالمية، وراح نرد لكم على هذا الوثيقة المسربة اليوم يا إخواني من عند وزارة الخارجية الأمريكية التي تفضح عمالة العرب منذ القدم. ملك الأردن الأول يا إخواني كان أكبر عميل لأمريكا وأكبر عميل لبني سوس في التاريخ، وبعد يجي يسب لك الجزائر بنقلا عن هذه الوثيقة التي تم تسريبها اليوم. مهم إخواني طلعوا لي في روحكم، تلقوا فيديوهات قادمة المرة الجاية إن شاء الله احنا نبدأ بهذا الزوج أخبار هذو لأنها مهمة جدا. اللي مش مشترك في القناة يشترك، ونطلعوا لي في روحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.